لو عندك طاسه محروقه زي دي تعالي يبقى الفيديو ده ليكي، مش هخليكي تشتري اي حاجه من بره. هعمل لك النهارده تركيبه جميله جدا 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 جدا، اقتصاديه وتحفه. هتشيل كل حرق السنين ده وهتشيل كل الزيوت. يعني النهارده هتلمع معانا وهترجع جديده بمكونات موجوده في كل بيت. مش هنجيب اي حاجه من بره الا مكون واحد هو اللي بيبقى مش موجود في البيت، وغالبا بيبقى موجود في بيوت. فتعالي دلوقتي النهارده هوريكي الطريقه اللي هننضف بيها الطاسه بتاعتنا. الطريقه سهله، مش هتتعبك ولا في الدعك ولا في المجهود ولا كمان تدفعي فلوس. هتشيلي كل طبقات الحروق دي. كلنا لما بنيجي نتجوز بنعمل الطاسه دي للتحمير، يعني البيوت كلها عندها نفس الطاسه دي. يلا بينا نسمي بالله ونصلي على الرسول ونبدا مع بعض. هاتي هنا كروانه تكون ضيقه كده من تحت زي ما انا وريتك، وتكون غويطه اهم حاجه، ويكون حجمها صغير عشان الطاسه بتاعتنا النهارده صغيره. ليه؟ علشان المكونات بتاعتي تكون قويه على الطاسه. بلاش اجيب حاجه كبيره واحط المكونات، هتبقى المكونات ضعيفه ومش هتتفاعل مع الطاسه بتاعتي، هضطر احط مكونات اكتر. فاحنا لا، خلينا في طاسه صغيره، يبقى نجيب حاجه صغيره نحط فيها. حطيت ميه على النار مغليه ونزلت بميه مغليه، هنزل بربعها واحط احط الحاجه بتاعتي. وبعد ما احط الحاجه بتاعتي هنزل بالطاسه واشوف الطاسه هتعوز ميه تانية ولا لا، وبعد كده اشوف الموضوع ده. تعالي هنا بقى، نزلت بالميه المغليه في الكروانه بتاعتي وهنزل بالطاسه. تنزلي بيها اللي تحت زي ما أنا حطيتها كده. اول حاجه اهو ملح طعام، ده موجود في كل بيت. طبعا النهارده انا قلت لك الفيديو دوت مش هتجيبي اي حاجه من بره، كل حاجه موجوده في البيت. حاجه واحده بس هي اللي هنجيبها من بره. لو اول مره تشوفيني يسعدني ويشرفني وينورني انك تنوريني، تعملي لي احلى اشتراك من ايدك وتحطي لايك للفيديو وتشاركي الفكره دي لاصحابك، لان الطاسه دي موجوده في كل البيوت. هنا معلقه كربوناتو. معلقه الكربوناتو طبعا موجوده في كل بيت، هننزل بيها برده وهنقلبها مع الملح. الطاسه دي يا جماعه اول ما بنتجوز معرفش ليه كلنا، هنكمل كلامنا بعدين. تعالوا دلوقتي هنا بقى هنجيب صودا كاويه. الصودا الكاويه دي موجوده عند بتاع المنظفات. هتقول له عايزه صودا كاويه، عايزه صوديوم، عايزه تسليك البلاعات. هي ليها كذا اسم، اللي يعرف اسمها الحقيقي يكتب لي في الكومنتات، لان انا لغايه دلوقتي بشتريها وبستعملها على طول ومش عارفه اسمها الحقيقي. انا بروح عند بتاع المنظفات بقول له عايزه الصودا الكاويه بتاعه الصابون، بيديها لي. انزلي بمعلقتين، معلقتين فقط لا غير، ما تكتريش. هما المعلقتين كفايه عليها. تقول لي بص بقى، اول ما نزلتهم عملوا فوران ازاي. انت كمان لو حاطه الميه على النار بتاعتك بتغلي وبتفور. النهارده بقى احنا هنحطها على البارد، زي ما انت شايفه الميه بتاعتنا هديت شويه، يعني ما بتغليش. تمام تمام. نزلنا بالمعلقتين الصودا الكاويه، نزلنا بمعلقه الملح، نزلنا بمعلقه الكربوناتو. يبقى احنا كده مفيش الا حاجه واحده بس اللي جبناها من بره، هو الكربوناتو. والليمونه موجوده في البيت برضو. يبقى كده ما جبتش اي حاجه من بره خالص. النهارده هنعملها وهننضفها من غير ما ندفع ولا مليم، ولا هنشتري منظفات ولا هنجيب اي حاجه. وكمان هنرجعها جديده وهوريكم لونها دلوقتي. اللون بتاعها هيبان معانا النهارده. هاتي بقى هنا معلقه صلصه. هتقولي لي معلقه الصلصه، هقول لك معلقه الصلصه دي لما بحطها بحس اللي عملت معايا فرق. اول ما بحطها كده بحس ان الزيوت كلها بعد ما بقلبها قدامك دلوقتي هتشوفيها، بتحس ان الزيوت عمت من فوق كده يعني. استني وانا بحط المكونات بتاعتي، طبعا مع الصودا الكاويه مع الكربوناتو مع كوبايه خل، اهم حاجه كوبايه الخل دي. الحاجات دي كلها بتخلي، بصي، اول ما نزلت بالصلصه بتاعتي البياض الزيت بتاع الطاسه كله طلع لفوق اهو. قدامك الفيديو كامل زي ما هو قدامك اهو. كل ما بقلب كل ما الزيوت بتطلع وبتعوم من فوق. اهي بصي. استني دلوقتي، ده انت هتصدمي، استني. اهم حاجه نزليها كده، لو انت حسيتي اللي هي بتطلع لفوق نزلي عليها حبه ميه اهو. تمام كده، انا غطيتها. اهم حاجه تغطيها عشان تبقى معاكي من فوق ومن تحت متغطيه، لما تيجي تنضفيها بالسكينه تبقى سهله وبسيطه. بص بقى كميه الزيوت اللي من فوق اهي، اللي انا لسه ما سبتهاش لغايه دلوقتي. الميه سخنه واحنا ما سبناهاش ولا لمسناها ولا اي حاجه خالص. انا يا دوبك ما حطيت المكونات وقلبتها، سبتها ربع ساعه. بعد كده جيت رحت اطمن عليها وقلت اصورها لكم. لقيت المنظر ده، تحسيها عملت خميره من فوق. هتسيبيها طبعا لغايه تاني يوم، ما ينفعش تلمسيها النهارده خالص. اقل حاجه تسيبيها يوم اتنين براحتك، يعني لو هيكون يومين يكون افضل. ورحت تاني يوم بقى ويكفيك الشر، اديكي شفتي المنظر، ولا يسر عدو ولا حبيب. زي ما انت شايفه الميه طينه، بصي. بس عملت طريقه، بصي السكينه حاجه كده بصراحه تحفه. والله يا جماعه الموضوع ده وسهل عليا كتير، خليتها سهله معايا جدا وبسيطه. ومجرد ما بعملها كده بيطلع معايا بكل سهوله. غير الاول مش هقولك ما تعبتنيش، لا، هي مش هنصعبها مش هنسهلها على نفسنا ولا هنصعبها على نفسنا. هي وسط يعني. الموضوع دوت خليها زي ما انا ماسكه السكينه كده. وكمان السكينه قسما بالله تلمة خالص معايا. لو انت عندك سكينه حاميه هتنجز معاكي اكتر. وكمان خليتها طريه شويه يعني عملت معايا.
غير بقى الاول انت لو حطيت لو جبتيها وعملتي على طول طوبه ما بتتحركش نهائي. الموضوع ده لين الزيوت شويه، خلى الحروق تعرفي تمسكيها. بصي اهي زي ما انت شايفاها كده اهو. هي خدت معانا مجهود اللي احنا بنعملها بالسكينه. اه مش هقولك اللي هي سهله وفي 5 دقايق خلصت، لا، بالامانه وبالصراحه هي ما خلصتش معايا في دقيقتين زي ما بتفرج على اي فيديو بلاقيها في دقيقتين خلصت، لا. هي مسكتها بالسكينه عملت معايا مجهود شويه، بس بعد كده رجعت تحفه. طبعا انا حاولت اعملها من غير ما احط المقادير بتاعتي دي، من غير اي حاجه خالص، ما نفعتش نهائي 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 نهائي. عباره عن كتله حروق، عملت طبقة عاملة زي الزلط. عارفة الزلط كده لما تكوني مهما تعملي فيه ما بيتحركش؟ هي عبارة عن كده. الوصفة اللي انا عملتها خليتها لينة معايا، مجرد ما بمسك السكينة كل الزيوت بتطلع اهي زي ما انت شايفة كده اهو. بس هو الفرق انك بتعمليها بالسكينة، يعني سهلنا الموضوع، ارحم من الاول. تمام كده، بصي اهو زي ما انت شايفة كده. قسما بالله يا جماعة والله ما هتاخد معاكي ولا مجهود ولا وقت ولا تعب ولا اي حاجة خالص. بس في معلومة عايزة اقولها لك، لما تبقي شغالة بالسكينة خلي بالك عشان اتجرحت معايا، يعني وانا بعمل اتغبيت شوية فاتجرحت معايا زي ما انت شايفة كده. حاولت اللي انا على قد ما اقدر اللي انا يعني اخلي بالي وما ما خربشهاش. برضو بتتخربش معانا برضو، لان هي لها سنين سنين سنين، يعني اعتبر طبقات الطبقات. ابتدى لونها يطلع معايا اللون اللي هو البني الغامق. عارفين البني اللي هو تحسيه محمر ده؟ اهو بوريهولكوا اهو. هخلصها وانسفها، وبعد ما اخلصها وانسفها هوريها لكم دلوقتي. هوريكم اللون بتاعها بعد ما تخلص معايا وتتنسف. انا هنا لازم احط بالسكينه زي ما انت شايفه كده، وهطلع كل الزيوت دي. اهم حاجه السكينه بتاعتك ما ينفعش تتكسلي وتلاقي نفسك لا طلعتيها وبالسكينه دقيقتين وبعد كده بالسلك المواعين وشكرا. لا، طالما هي لسه طريه معاكي وهتطلع كل الحجاره اللي انت شايفاها دي، اعملي بالسكينه مفيش مشكله. يعني لو وقفتي لك ربع ساعه ونضفتيها قسما بالله هترجع جديده. بص انا خلصتها زي ما قلت لك، وهاجي اوريها لك دلوقتي. هنديها وش التنظيف. هقول لك بقى لما توسخ معاكي وتوصل لمرحله اللي هي بتبتدي توسخ، عشان ما توصلش للمرحله دي معاكي، تدعكيها بايه؟ هتسهل عليكي وانت وبتدعكي وهتهون عليك الموضوع، وفي نفس الوقت ما تكونش اللي هي تتعبك. تمام تمام. انا بوريكي هنا الحتت اللي هي المدوره دي اللي هي بتبقى غامقه، ما رضيتش تعمل معايا لان هي محفوره لجوه. ما طلعتهاش بالسكينه عشان هي محفوره لجوه. هاتي بقى حبه بريل، مواعين بريل عادي جدا، وهاتي سلكه مواعين والسلكه بتاع الحديده دي. طبعا السلكه الحديده دي اساس عشان تدينا وش لمعه جامد كده وتبرق معانا. دي بقى المعلقه السحريه اللي لما تيجي تنضفيها عشان ما توصلش معاكي للمرحله دي، تجيبيها معلقه كربوناتو. ترشي معلقه الكربوناتو وتروحي جايبه حبه بريل كده وتدعكي. هتفور معاكي، ما تخليش الزيوت تتراكم معاكي لغايه ما توصل للمرحله دي. يعني لو كل فتره كده هتمسكيها وتعمليها مش هتوصل للمرحله دي. احنا بنطنش طبعا، كلنا بنعمل الطاسه دي للقليه وبنلاقي نفسنا بنغسلها وتراكم الزيت، بنغسلها غسل عادي بتنضف، بس كميه الزيوت كل مره بتتراكم 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 لغايه ما بتعمل طبقه كبيره زي ما انتوا شفتوها كده. وبعد كده بقى بتشيل همها، يا ترى هنعملها ازاي؟ لا النهارده مفيش شيل هم خالص. مكونات بسيطه في البيت هتلاقي نفسك عملتيها، سهله وبسيطه جدا ومش هتكلفك حاجه. طالما ما فيهاش فلوس وما فيهاش تعب ومجهود هنخش على طول في التقيل ونشتغل. انا بص هنا بوريها لك اهي. بس اهم حاجه زي ما قلت لك عشان ما تخسريهاش تحاولي بالراحه بالسكينه، لان انا بصراحه اتغبيت عليها فخربشتها زي ما انت شايفه كده، كنت مستعجله وعايزه انجز فاتخربشت معايا. انت بقى بالراحه كده وعلى مهلك اهو. هي يا جماعه نطفت معايا، هي لونها بني اهو. بصي بصي كميه الصدى اللي بتنزل على كميه الحروق وعلى كميه الزيوت، حاجه بصراحه قشطه. هشطفها بقى واوريها لكم بعد ما دعكتها. تعالوا هنا بقى بعد ما دعكتها تحت الحنفيه اوريكم لونها بقى. ده اللون بتاعها اهو، ده بني غامق. بصي كل ما بتنشف هيبان لونها اكتر. هي بس عشان مبلوله تحسيها اللي هي ما نطفتش، بس هي لا نطفت واللون دلوقتي هيبان. هسيبها معاكم يا دوبك حاجه بسيطه خالص وبعد كده هوريها لك دلوقتي. هوريها لك دلوقتي النهايه بتاعتها واللون بتاعها تحفه. اللون بتاعها يا جماعه يعني اول ما شفت اللون بتاعها كده افتكرت الذكريات. وحشني لونها. اهي دلوقتي هي لونها هيجي وهيفاجئكم. اهي بعد ما نشفت لونها البني اهي. بس للاسف هي اتجرحت معايا وزعلت عليها. يلا مش مشكله. لو وصلت لغايه هنا بقى ما تنسيش اختك حبيبتك تعملي لي احلى اشتراك وتعملي لايك للفيديو وتشاركي الفكره دي لاصحابك عشان الكل يستفاد. والفكره كلها ايه يعني؟
تعم مع الجميع يعني. الحاجة دي لما حد بيعملها بيفرح بيها. باي باي.